بسم الله الرحمن الرحيم. حبايبنا طلاب سنة 6، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معادنا مع حل أسئلة الدرس الثالث من دروس الوحدة الثانية من كتاب الأضواء لسنة 2025 اللي كان بعنوان الأقاليم المناخية والنباتية في وطننا العربي. بعد ما تسمع فيديو الشرح كويس جدا جدا، افتح الفيديو ده وردد معايا، وإن شاء الله ما تبقاش محتاج حاجة تاني. ولو عجبتك المراجعة اشترك في القناة، فعل الإشعارات عشان يوصل لك كل جديد. أول سؤال معانا النهاردة هو سؤال صح وغلط، قولوا معايا يا شباب، عاوز أشوف الشطارة. 1. تعد محمية ضانا بالأردن من أشهر المحميات الطبيعية في الوطن العربي. محمية ضانا موجودة في الأردن. الإجابة أيوة فعلا الإجابة صحيحة. 2. يتسم الإقليم الصحراوي، يعني يتميز الإقليم الصحراوي بدرجة حرارة تصل إلى ما دون الصفر المئوي في بعض المناطق. يعني ممكن درجة الحرارة في فصل الشتاء في الإقليم الصحراوي توصل لتحت الصفر. الإجابة أيوة صح. 3. تنمو حشائش السافانا في إقليم البحر المتوسط. طبعا غلط، حشائش السافانا بتنمو في الإقليم المداري، أما الحشائش اللي بتطلع في إقليم البحر المتوسط اسمها الاستبس، خلي بالكم. 4. تنمو النباتات التي تتحمل الجفاف في الإقليم المداري. الإجابة طبعا الإجابة غلط، بتنمو في الإقليم الصحراوي. السؤال الثاني أكمل. 1. يسود الوطن العربي كام إقليم مناخي؟ أيوة يا مستر 3. كان إقليم البحر المتوسط في الشمال، الصحراوي الحار في الوسط، والمداري في الجنوب. 2. يشمل إقليم البحر المتوسط المناطق المجاورة لسواحل البحر المتوسط لكل من، أنا عندي كذا دولة، عندي بلاد المغرب العربي، عندي مصر، عندي لبنان، عندي سوريا، عندي العراق، عندي المغرب، كل دي دول فيها إقليم البحر المتوسط. 3. الإقليم الصحراوي يتميز بمناخ معتدل نهارا في فصل طبعا في فصل الشتاء. 4. تقع محمية أرز الشوف. تقع محمية أرز الشوف في دولة إيه؟ قولوا يا شباب معانا. أيوة دولة طبعا لبنان. 5. تنتشر في إقليم البحر المتوسط أشجار سهلة قوي، قولوا يا شباب، أشجار الأرز والزيتون والصنوبر، وبتطلع فيه طبعا حشائش الاستبس. 6. إقليم مناخي يتميز بشتاء معتدل جاف وصيف حار ممطر. هو إقليم إيه؟ شتاء معتدل جاف والصيف حار ممطر. أيوة فعلا الإقليم المداري. 7. تتعرض الحياة البرية لمخاطر عديدة، منها تدهور الحياة النباتية وانقراض الحيوانات البرية. خلي بالكم، اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. يمتد إقليم البحر المتوسط في الجناح الآسيوي للوطن العربي في دولتي، احنا بنقول في الجناح الآسيوي، أنهي دولتين من دول موجودين في الجناح الآسيوي؟ طبعا الإجابة فلسطين ولبنان. 2. محمية جبل علبة من أشهر محميات الوطن العربي التي تقع في دولة سهلة، دولة مصر. 3. تقع دولة فلسطين ولبنان ضمن الإقليم المناخي الإيه؟ لسه قايلينها فعلا البحر المتوسط. بيمتد الإقليم المداري فين في الوطن العربي؟ المداري طبعا في جنوب الوطن العربي. 5. تنتشر النباتات التي لها قدرة على تحمل الجفاف في الإقليم المناخي هو أيوة طبعا الإقليم الصحراوي. السؤال اللي بعده اكتب ما تشير. إقليم مناخي يقع على الأطراف الشمالية للوطن العربي. أيوة فعلا إقليم البحر المتوسط. 2. إقليم مناخي يشمل الجزء الجنوب الغربي من اليمن، فعلا المداري. 3. إقليم مناخي يشغل معظم مساحة الوطن العربي. سهل قوي، هنقول الصحراوي. صوب ما تحته خط. تنتشر في الإقليم إيه نباتات مثل أشجار الزيتون
والأرز والصنوبر؟ أيوه إقليم البحر المتوسط. 2. تقع محمية ضانا في الوطن العربي بدولة الأردن. شطار والله. 3. تنمو حشائش السافانا بالإقليم إيه بالوطن العربي؟ أنا بقول السافانا مش الإستيبس. أيوه المداري. 4. يمتد إقليم إيه في الجزء الجنوبي الغربي من دولة اليمن؟ لسه قايلينها المداري. أمامك خريطة صماء للوطن العربي. رقم 1 الإقليم اللي موجود هنا، الإقليم اللي موجود فوق هنا عند البحر المتوسط، طبعا إقليم البحر المتوسط. رقم 2 الدولة اللي هنا سهلة، دولة السعودية. 3 الإقليم اللي موجود هنا، الإقليم الكبير ده أكبر إقليم أيوة إقليم الصحراوي. 4 دولة إيه؟ الدولة 4 فعلا دولة موريتانيا. طب 5 الإقليم ده اللي موجود في الصومال، أيوة الإقليم، آسف يا شباب، دي إقليم المداري، دي غلطة في الكتابة، الإقليم المداري. 6 المحيط اللي موجود هنا ده طبعا المحيط الهندي. برجع وأقول إن رقم 5 الإقليم المداري، دي غلطة في الكتابة. السؤال اللي بعده، بما تفسر إنشاء دول الوطن العربي المحميات الطبيعية؟ للدول العربية عملت المحميات الطبيعية؟ هنقول بسبب تعرض الحياة البرية لمخاطر عديدة، منها تدهور النباتات الطبيعية وانقراض الحيوانات البرية. بما تفسر أهمية المحميات الطبيعية؟ هي مهمة ليه؟ أول حاجة الحفاظ على الحياة البرية. 2 تنشيط السياحة. 3 تحقيق التوازن البيئي. ركزوا عشان ده سؤال مهم أوي. ما النتائج المترتبة على تنوع الأقاليم المناخية في الوطن العربي؟ هنقول تنوع النباتات الطبيعية والحيوانات البرية. طيب من النتائج المترتبة على المخاطر اللي تعرضت ليها الحياة البرية في الوطن العربي زي تدهور النباتات الطبيعية وانقراض الحيوانات، ايه اللي ترتب على كده؟ سهلة، هنقول قامت الدول العربية بإنشاء المحميات الطبيعية. ما العلاقة بين الأقاليم المناخية والنباتات الطبيعية والحيوانات البرية في الوطن العربي؟ دي سهلة أوي، هنقول تنوع الأقاليم المناخية أدى إلى تنوع النباتات الطبيعية والحيوانات البرية. السؤال اللي بعده، إيه العلاقة بين القوانين والمحميات الطبيعية في الوطن العربي؟ هنقول قامت الدول العربية بتفعيل القوانين لحماية المحميات الطبيعية. السؤال العاشر، دلل. تتعرض المحميات الطبيعية للعديد من المخاطر، يعني قصده يقول لك قول لي ايه هي المخاطر اللي بتتعرض ليها المحميات الطبيعية. عندي أول حاجة تدهور النباتات الطبيعية وانقراض الحيوانات البرية. دلل سعي معظم الدول العربية لاتخاذ إجراءات لحماية المحميات الطبيعية. يعني إيه هي الإجراءات اللي عملتها الدول العربية عشان تحافظ على المحميات الطبيعية؟ عملت حاجتين، قامت بتفعيل القوانين لحماية المحميات الطبيعية، وحاجة كمان نشر الوعي بأهمية الحفاظ على المحميات الطبيعية. السؤال الحادي عشر، قارن بين إقليم البحر المتوسط والإقليم الصحراوي من حيث الموقع الفلكي وأهم الدول. بالنسبة لإقليم البحر المتوسط، موقعه الفلكي من دائرة عرض 30 ل 30 و37 دقيقة شمال. الإقليم الصحراوي بيمتد من 15 ل 30 شمال. أهم الدول عندنا مصر وليبيا وفلسطين ولبنان وسوريا والعراق والمغرب ودول كتير قوي. الإقليم الصحراوي عندي بيمتد من الخليج العربي شرقا حتى ساحل موريتانيا غربا وجزء من الصومال والجنوب الغربي لدولة اليمن. تمام؟ طيب نيجي بعد كده لسؤال الخريطة. 1 المحيط، محيط ايه؟ ايوه المحيط الهندي. 2 اقليم مناخي موجود فوق هنا، اقليم البحر المتوسط.
3 إقليم مناخي موجود في جنوب موريتانيا في الحتة دي. أيوه الإقليم المداري. 4 المضيق اللي موجود في الحتة ده اهي، ده مضيق هرمز. صح ولا غلط؟ الإقليم الصحراوي الحار بيشغل معظم الوطن العربي. أيوة طبعا صح، من أول الخليج العربي لحد ساحل موريتانيا غربا. 2 تعيش الحيوانات مثل الزراف والأسود على حشائش الاستيبس. طبعا غلط، على حشائش السافانا، إنما اللي بيعيش على حشائش الاستيبس الأغنام والماعز. 3 بتربى الأغنام والماعز في المناخ المداري. طبعا غلط، بيعيشوا في إقليم البحر المتوسط. 4 يتسم مناخ الإسكندرية بسمات الإقليم المداري. لا طبعا، بسمات إقليم البحر المتوسط، لأن هي موجودة في إقليم البحر المتوسط. 5 تنمو حشائش السافانا في إقليم البحر المتوسط. طبعا لا، عندنا حشائش السافانا بتنمو في الإقليم المداري. 6 تنتشر النباتات التي لها قدرة على تحمل الجفاف في الإقليم المداري. لا طبعا غلط، في الإقليم الصحراوي. اختر. تقع محمية أرز الشوف في دولة أيوة لبنان. يوجد الصبار في الإقليم أيوة الصحراوي. 3 حشائش الاستبس تنمو ضمن إقليم مناخ أيوة البحر المتوسط. اكتب ما تشير. إقليم يقع في جنوب الوطن العربي. طبعا المداري. منطقة جغرافية تتسم بخصائص مناخية بتميزها عن غيرها. أيوة ده الإقليم المناخ. أكمل. يتميز إقليم البحر المتوسط بسقوط الأمطار في فصل أيوة الشتاء. 2 يسود معظم الوطن العربي إقليم المناخ أيوة الصحراوي الحار. تقع بلاد المغرب العربي ومصر وليبيا ضمن إقليم أيوة البحر المتوسط. تقع محمية أرز الشوف بدولة أيوة طبعا لبنان. السؤال السادس. ما أشهر المحميات الطبيعية في دولة لبنان؟ لسه قايلينها أرز الشوف. بما تفسر سقوط الأمطار صيفا جنوب غرب اليمن. الإجابة بسبب أولا هنقول لأنها تقع في الإقليم المداري، حاجة كمان بسبب تعرضها للأمطار الموسمية. دلل على صحة العبارة. بتختلف الصورة النباتية في الإقليم الصحراوي بالوطن العربي. طبعا هنقول حيث تنمو نباتات مختلفة لها قدرة على تحمل الجفاف مثل الصبار. حيث تنمو نباتات مختلفة لها القدرة على تحمل الجفاف مثل الصبار. 4 ماذا يحدث إذ لم تقم الدول العربية بإقامة محميات طبيعية؟ اللي كان هيحصل هنقول تدهور الحياة النباتية وانقراض العديد من الحيوانات. ماذا يحدث إذا لم تسقط الأمطار على إقليم البحر المتوسط شمالا؟ اللي كان هيحصل عدم نمو أشجار الزيتون والأرز والصنوبر وحشائش الاستبس. اكتب واحدة من المشاكل اللي بتواجه المحميات الطبيعية. عندنا 3 مشاكل: الرعي الجائر، الصيد الجائر، وتلوث التربة. تمام. نيجي بعد كده لسؤال الخريطة. يشير رقم 1 إلى الإقليم المناخي الإيه؟ أيوة إقليم البحر المتوسط. يشير 2 إلى الإقليم المناخي أيوة الإقليم المداري. 3 يشير رقم 3 إلى الإقليم المناخي الموجود في النص إقليم صحراوي. 4 البحر، طبعا بحر المتوسط. ما المقصود بالإقليم المناخي؟ ده سهل، منطقة جغرافية من سطح الأرض تتسم بخصائص مناخية معينة. السؤال اللي بعده اختر. تمتد جبال البحر الأحمر في دولتي أيوة مصر والسودان. بتقع محمية أرز الشوف، قلناها النهاردة كتير، في لبنان. 3 يقع في الأطراف الشمالية للوطن العربي الإقليم أيوة البحر المتوسط. 4 تعيش في الإقليم الصحراوي حيوانات منها
الزواحف من أشهر المحميات الطبيعية، وتوجد في مصر محمية جبل علبة. صح ولا غلط؟ بيمتد الإقليم المداري في أجزاء من الصومال والسودان والجزائر. طبعا الإجابة غلط. 2. تعيش حيوانات مثل الزراف والأسود في حشائش الاستبس. طبعا غلط، في حشائش السافانا. 3. بتزداد كمية الأمطار المتساقطة على المناطق الداخلية للمرتفعات. طبعا الإجابة غلط، على المناطق أو على منحدرات الجبال المواجهة للرياح المحملة ببخار الماء. بما تفسر الأهمية الاقتصادية للمحميات الطبيعية. دي سهلة أوي، قلناها كذا مرة النهاردة. هنقول الحفاظ على الحياة البرية، تنشيط السياحة، تحقيق التوازن البيئي. بما تفسر ارتفاع الحرارة في المناطق الجنوبية من الوطن العربي. برضو سهلة، بسبب مرور دائرة الاستواء في جنوب الوطن العربي. وبكده يا شباب أكون خلصت المراجعة. يا رب تكونوا استفدتوا، واستنونا في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.